أهلا بكم. لا تجرب ذلك في المنزل لأن دي هتبقى النتيجة يا صديقي. حافظ على نفسك وما تعملش زيي. ويلا بينا في الفيديو العشوائي الغريب دوت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده انا عايز اعمل فلوج عشوائي غريب، بس هو هيكون يعني موضوع اساسي عن الكريسماس هنا، لان انا شايف ان بره في حاجات وكده، فهطلع بره واصور برغم ان الجو ساقع. فلايك شير سبسكرايب لو مش مشترك. يلا بينا ننزل. مفيش اي نور، مش عارف انا وشي باين ولا لا، بس انا دلوقتي نازل واتمشى شويه في الوقت دوت. المدينة اللي أنا فيها فاضية، وأقول لكم ليه دلوقتي. المدينة فاضية تماما، مفيش أي عربية ماشية، وده بسبب إن إحنا المدينة اللي أنا فيها بالذات هي معروف عنها إن هي كمان مدينة جامعية فيها زي الطلاب وكده. فوقت الكريسماس مثلا أجازة عندهم، فكلهم بيرجعوا بلدهم يروحوا مع قرايبهم، فبتلاقي إن المدينة فاضية خالص. أنا حتى رايح دلوقتي للكنيسة عشان أوريها لكم. يعني أصلا الكنيسة نفسها تحس إنها مهجورة. الناس إن عندهم عيد تقريبا. بصوا طبعا أنا هنا في الشارع فاضي خالص، لان بص يعني حتى انا مدرستي هنا مش باينه اصلا من النور ده، يعتبر مش شغال كده، مهجور، مكان مهجور. بص الكنيسه هي هنا. بص الديكوريشن هي بتدم بالليل احسن، بس انا يعني بصورها عادي. طبعا حاطط بقى ايه. فمهم افتخر بثقافتك، احتفل بكل عيب في ثقافتك، لان صدقني ثقافتك في النهايه لو لفيت العالم كله هتلاقي ان هي اصح حاجه. مش معنى ان الجو ساعة ان احنا منلعبش بالعجلة في الساعة، فعادي جدا، ونص كم كمان. يلا بينا نلعب شوية بالعجلة. وصلت لغاية هنا، ده الحي اللي ساكن فيه. ودلوقتي اليوم عدى وانتقلنا ليوم الجمعة وبعد الصلاة. طبعا ده المسجد من برا، تصوير لبعض المنازل الأمريكية اللي انت بتتفرج عليها وانت مش عامل لايك. ووال مارت والملابس طلبيني فيديو كتير، فهنصور دلوقتي واحدة واحدة. أهلا بكم. جلابية، سباجيت. هنا انا كنت بصور اسعار الملابس، بس انا قلت ركز على الملابس بس. وبالمناسبة بلاش تتفرج على حد يعني بيصور اسعار في ولايات تانية، لان هتتصدم زي ما انا اتصدمت كده. كنت متصور بقى زي ما عم ميسو بيصور ان دي اسعار كل الولايات، لقيت ان انا في كاليفورنيا الحاجات غالية شوية، مش شوية، هو شويتين تلاتة كده في كل حاجة تقريبا. فعشان كده لما تيجي تشوف اسعار عشان ما تتخدعش، وبشوف في الولاية اللي انت ناوي تروحها ان شاء الله لما تيجي. بس البولو لما يشد. واحد وعشرين. شكل
ساجد اتعلم سواقة العجل الأخيرة. أنا رايح دلوقتي المكتبة عشان هفتح بث مباشر وأعمل كذا حاجة هناك، وأصلا ممكن أصور أحطها في الفيديو. يلا بينا. لقيت الجو حلو فقلت خليني أعدي من هنا، المكتبة تبقى مقفولة والجو حلو فخلينا هنا. أكيد طبعا شفتوا حتة وول مارت، شفتوا فابريك كريسماس، شفت حاجات كتير أوي في الفيديو دوت. فتح لايف دلوقتي، فأنت لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان تنزلك اللايفات بتاعتي وتخش تشوفها أول بأول. كلبين قاعدين بيلعبوا في أمان الله، ما ينفعش اسيبهم لازم اصورهم. ايوه نمسك التاني. سبعة يبقى خلاص كده حصلت. ابلع. في ناس كتيرة بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي وبتحبني، مع ذلك هي بتعمل سبسكرايب، ودي حاجة بتعصبني يعني. بتعصبني مش منهم، بتعصبني من ازاي انت مش واخد بالك ان في سبسكرايب دوس عليه. اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب واعمل شير للفيديو انت اصلا عامل سبسكرايب، لان الشير انا دلوقتي في مرحله ان انا محتاج القناه تكبر، فانت لما بتعمل شير صدقني بيفرق جدا معايا، بيفرق بطريقه رهيبه يعني. فاعمل شير لو عايز تبعت الفيديو لحد بس. ادي يا عميدو. بس الجو مطر مغيمه فايه. لكن عندي كوبري، الناس اللي بتتابع اللايفات هتشوفه دايما لاني بعدي عليه دايما. كوبري كده المفروض ان انا مفيش حته تعليق مش شايف، هم عملوا كوبري يكون عالي فوق الطريق من هنا كده، فوق الطريق اللي هنا مش عارف باين ولا لا، بنعدي فوقيه. الكوبري بص الشجر مع الكوبري منظر جميل، وهنا طبعا الطريق تحت ده الاستاذ تحت طبعا ده سنجاب. شوف فكروا فور بس هو سنجاب. تصوير بس تصوير يا ابني، صور يا ابني. البيوت دي بتبقى زي شقق على شكل يعني بيت، بيكون شقتين في بعض شكل بيت، وفي منهم تاون هاوسز اللي هي زي اللي ساكنين فيها، بيكون بيت مثلا دورين بس وسط مجمع سكني. نفس النظام في دي برضه، نفس الفكرة. بتفرق كده. مع حرشة بتاع المدرسة، فلو مصورتش فيديو التعليم الثانوي أو نظام التعليم الثانوي في المدارس في أمريكا فشوف، هو آخر فيديو نزل على القناة قبل ده. صوت هو قريب مش بعيد بس ايه ده ايه ده تعطل. جدع جدع. طبعا السن مفتوح، اللي عايز تفاصيل اكتر يفتح الفيديو اللي فات اللي فيه تفاصيل اكتر. منظر ديسكتوب. بس هنا في امريكا اغلبيتهم يعني مش عارف تي. بصوا لقيت جوه الباسكت يعني مش تعرفوا، بس ان انا مش بصور لكم كل حاجه حلوه بس، يعني بصور لكم اي حاجه تقريبا، يعني الحاجه عشان ما اكونش بضحك عليكم ووريكم الوش الحلو بس، لا نوريكم كمان حاجه زي كده عادي جدا. انا دلوقتي رايح احلق لان شعري كبر جدا. المفروض ان انا عشان احلق بحجز قبل ما اروح، فدي جديده عليا، فحجزت في النهارده لحد 29 ديسمبر، فحجزت ورايح دلوقتي احلق. كل شويه بسمع ان الحلاقه ان هي غاليه، ممكن طبعا الراجل ما يفهمنيش كويس في الاخر ما يعملش. Take a left onto the path, then in 150 meters. المفروض ان المحل قريب مني جدا، وانا ماشي على جوجل ماب ومش عارف انا ماشي صح ولا لا، بس انا ماشي زيه زي ما هو بيقول لي. ربنا يني في الاخر في المحل. بصوا هنا في نادي بيلعب، هصور فيديو عن الكوره قريب. خلاص قربت اوصل، يعني انا قلت اتمشى عشان اصور الشارع وانا ماشي. الحمد لله صورت كده حاجه حلوه، هيفيدوا الفلوج برضه. اعمل لايك اعمل لايك اعمل لايك. فلوس الجامعه. 1
هو لسه هينشف، فمش هحكم عليه دلوقتي، بس لغايه دلوقتي الشكل مش مباشر خالص. عارف ان انتوا طبعا عايزين تشوفوا ايه الريسيت. هو اتفعص مني شويه بس مش مشكله. بس هو 28 دولار، اديتها $5 تيبس، $32، وده بالنسبه لي سعر رهيب جدا. رهيب. انا ما توقعتش غير اسباب كتيره. اولا ان المحل ده مشهور، فقلت ان هو اكيد مش هيبقى بالسعر لان هو رخيص كده، بس يعني تمام، سعره كويس. ف تمام. قبل ما حد يقول لي $30 يحسبها بقى يضرب في 50 بقى. الجنيه جنيه بلده، وما تحسبش كده يا صاحبي، واسال السويسي. ده كده الفيديو خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.